السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل حاجة وقبل أي حاجة يا ريت تصلوا على النبي. يا جماعة أنا نمت بعد ماتش الأهلي ولسه صاحي فنايم، وأنا نايم عمال أفكر في حاجة، وصحيت بفكر فيها برضو حاجة بحلم بيها كمان. وأول ما صحيت مسكت التليفون وقلت لازم أتكلم فيها حالا أتكلم فيها. يا جماعة هو لعيبة الزمالك بشكل خاص ولاعيبة الدوري المصري بشكل عام، يا جماعة انتوا بتتفرجوش على كورة خالص؟ يعني بتتفرجوش على كورة مثلا أوروبية؟ طب كورة سعودية؟ طب كورة مغربية؟ طب كورة تونسية؟ طب دوري أبطال أفريقيا على الأقل؟ ما بتتفرجوش على الأهلي والرجاء وغيرهم؟ هو مش الأهلي ده فرقة مصرية ولاعيبة مصرية بياكلوا اللي بتاكلوه ويشربوا اللي بتشربوه وبياخدوا فلوس زيكم زيهم؟ خلينا اتكلم على الزمالك بس عشان الناس ما تقوليش ايه انت بتقعد تجيب كلام من عدائني. طب انا بتكلم عن الزمالك بس اللي قلقنا في عز نومنا، وربنا ما مخلينا عارفين ننام. والله العظيم يا جماعه ما عارفين ننام. الواحد بيقعد يفكر، هو مش ده لاعب زيك؟ مش دول يا جماعه 11 لاعب ودول 11 لاعب؟ انت ناقصك ايه يا لعيبه اللي بتلعب في الزمالك، يا اللي ملايين الملايين بتشجعك في الخليج وبره وناس مغتربين في اوروبا ويبقى نفسهم يتصوروا معاك، بيبقى نفسهم يقعدوا معاك، بيبقى نفسهم يجوا يشجعوك يا عم في الملعب. الناس بتنتحر عشان تيجي تشجعك وتهتف باسمك. انت ما بتغيرش؟ مش شايفين لعيبة الاهلي عامل ايه؟ مش يا جماعة اللعيبة دي كانت خسرانة 5 والناس كلها قالوا ودعوا البطولة؟ يا جماعة، يا جماعة الأهلي اتعادل هنا مع سان داونز وخسر من الهلال هناك وخسر من سان داونز هناك. الناس كلها قالت البطولة راحت من الأهلي. يا جماعة قال الأهلي خلاص بقى حصلت المجموع، وأنا بقول لكم أهو الأهلي في النهائي أمام سان داونز وممكن ياخد البطولة. طب لعيبة الزمالك انتوا فين؟ انتوا ما بتغيروش؟ يا جماعة احنا من 2002 ما خدناش دوري أبطال أفريقيا، بقالنا أكتر من 21 سنة. يا جدعان يا جدعان حرام عليكم اللي بتعملوه في جمهور الزمالك ده. اقسم بالله اقسم بالله احنا ما بنعرف ننام، ما بنعرفش ننام. هو انتوا ما بتغيروش؟ سيبكم من اي حاجه، من اي حاجه. ده لو لعيبه ما بتاخدوش فلوس خالص انتوا بتروحوا تلعبوا للمتعه. ده لو ما بتاخدوش فلوس خالص خالص، انتوا اقل لاعب خالص بالميت، بنقول الميت بياخد له 2 3 مليون جنيه، اللي هم يا جماعه شعب مصر اكتر من 70% منهم بيعيش حياته ويموت ما بيشوفش شكلهم عامل ازاي، ما بيشوفش ربعهم نصهم عامل ازاي. اكتر من 70%. احمدوا ربنا، احمدوا ربنا. انتوا لو شغالين بتاخدوا 3 4000 جنيه في الشهر وتلعبوا تموتوا نفسكم كده زي لعيبه الاهلي كده، هتلعبوا احسن من كده وتعملوا احسن من كده. لعيبه الزمالك بجد رساله ليكم، لو مش هتلعبوا بضمير واخلاص خدوا بعضكم وامشوا، ما تروحوش التمرين. حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ربنا ينتقم منكم، ربنا ينتقم من كل واحد فيكم مؤثر. ربنا مقصر في حق نفسه وفي حق النادي وفي حق الجماهير. ربنا ينتقم من كل واحد بيستخسر مجهوده وتعبه وتدريبه وتركيزه ربنا ينتقم منهم. عشان حرق الدم مفيش بعد كده حرق الدم في الدنيا بصراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.